العيد قرب وكل سنة بنجهز لبس العيد بحب كبير، بس السنة دي مختلفة عشان البنات كبروا وبقى ليهم ذوق. كل سنة وانتم طيبين، والنهاردة بفيديو جديد معاكم هنشارك مع بعض لبس العيد بتاع الأولاد، واحتمال أشارك اللبس بتاعي كمان معاكم. فتعالوا بقى نشوف احنا جبنا ايه وذوق البنات كان عامل ازاي العيد دوت. يلا بينا. اول حاجه هنبدا من الصغير للكبير. اول حاجه زي ما انتم عارفين ان انا عندي بنوتين، بنوته عندها 3 سنين وبنوته عندها 7 سنين. فالبنوته اللي عندها 3 سنين جبت لها سلوبيتا بالشكل دوت. السلوبيتا دي تحفه. طبعا هو التضليعه دي طالعه موضه السنه دي للكبار والصغيرين. السلوبيتا دي عايزه اقول لكم انها بيتي مش خروج، بس شكلها تحفه تحفه تحفه، يعني تمشي بيتي وتمشي خروج. يعني لو عندك مثلا مشوار قريب، مثلا رايحه حضانه كمان، هي النيرسي هيبقى برضو حلو معاها قوي. في البيت عادي، خفيفه وجميله ومريحه في الصيف، وخامتها حلوه قوي قوي قوي. وكمان سعرها تحفة تحفة تحفة. كان سعرها عامل 170 جنيه. ده كان من محل جملة في المنصورة. عايز اقول لكم بصوا شكلها، بصوا هي بالمنظر ده قط كده من فوق و... وده والحزام بقى بيتحط هنا. هي مفروض ليها يعني حاجتين كده للحزام، بس هي طلع ما فيهاش وانا ما خدتش بالي. فعادي هي انا هلبسها لها من غير حزام عادي خالص. ولها جيبين كده من هنا، بصراحة شكله تحفة قوي. دي كانت اول حاجة معانا. تاني حاجة بقى للزغنطوطة، جبت لها بقى ترنج الصيفي. طبعا اللبس احنا جبنا في العيد الكبير، احنا يعني معظم الناس ما بتجيبش في العيد الكبير، بس انا حبيت ان احنا كنا جايبين في العيد الصغير كان شتوي. وكمان تاني حاجة كان شتوي. وتاني حاجة هما ما عندهمش لبس صيفي، فانا استغليت ان انا اجيب لهم لبس عشان تبقى للعيد ومنها كسوة صيفي. تاني حاجة بقى جبت لها البيجامة الجميلة دي، تحفة تحفة تحفة. خامتها قطن، يعني قطن خام، يعني اللي هو غسيل ولبس لو قعدت تغسلي فيها كل يوم ما بتوبرش ولا اي حاجة. دي المصنع اسمه دندي، بس بصراحة اول مرة اشوف المصنع ده، بس خامته حلوة قوي. وبنطلونها بالشكل الجميل والرقيق دوت. بصوا الشغل الهادي من تحت، ملهوش في شغل استك كده. خامته اللي هي الميلتون جميلة قوي بصراحة وعجبتني جدا. بصوا شكلها على بعضها، حبيت اوريكم بس شكلها على بعضه. بصوا جميلة، بصوا شكلها شيك جدا جدا. ده تاني حاجة كده. ده البيتي بتاع البنوتة الصغيرة. نجيب بقى البيت بتاع البنوتة الكبيرة. عايزة اقول لكم لو شفتوه هتحسوه مش بيتي، هتحسوه خروج، يعني هو خروج مش بيتي. انا حبيت ان انا اختار لها البيت بتاع البنوته الكبيره عشان خاطر يعني يبقى مايل للخروج شويه. زي ما انتوا عارفين هما بينزلوا صيف، بينزلوا في الصيف دروس، بيروحوا يعني نخرج كتير، الحاجات ديت من اماكن قريبه كده. فحبيت ان انا اجيب لها البنطلون برضو لونه موف، يعني سبحان الله جت صدفه مش قصدي. بصوا البنطلون فيه شغل من تحت كده بالمنظر ده كده من الرجلين، المنظر ده. خامته ميلتون، برضو خامة ميلتون جميلة اللي هي غسيل ولبس برضو. بصوا فيه جيبين كده من فوق، واستك العادي خالص، وورا مفهوش اي شغل خالص. ده البنطلون. والتيشيرت بقى لونه بصلي. بصراحة اول مرة اشوف اللونين مع بعض يتجمعوا، الموف البصلي، بس عجبني قوي اللونين دول مع بعض عليها. بصراحة ما شاء الله تحفة جدا تبارك الله يعني. هي عليها التيشيرت كده عباد الشمس اهوت او عباد. وفي برضو في اخر التيشيرت كده نفس النظام بتاع البنطلون، وبرضو جيب برضو نفس النظام بتاع البنطلون. ده كان تاني ده اول ترنج لمكة كبيرة. تاني بقى حاجة جبتها الكبيرة، عايزة اوريكم. بصوا ده صورة الترنج بتاع بنوتو. بصوا شكله على بعض تحفة، يعني انا حبيت ان اوريكم عشان يبان اكتر. يعني هما لو كانوا صاحيين
كنت صورتهم، بس هما بصراحة كانوا نايمين وانا قلت استغل الهدوء ده عشان اصور. جبت بقى البنطلون التحفة ده، ترندي جدا جدا. بنطلون الكتان الجميل ده، هو مفهوش اي حاجة، هو ده يعني يمشي صوت، يعني هو صوت مش بيجامة خالص، اللي يشوفه يقول صوت. ده بنطلون كتان مضلع بيج كده في ابيض. برضو صدفة على فكرة ان انا اجيب لها حاجة مضلعة بدون قصد خالص، ان هما يبقى الاتنين عندهم حاجة مضلعة في فترة الصيف. ومعاه ايه بقى البنطلون المضلع ده؟ التيشيرت الكحلي التحفة ده، هو لونه كحلي، ممكن يكون باين في الكاميرا ان هو رصاصي بس هو كحلي. مكتوب عليه كده كلمة بي اوريجينال. بصراحة بصوا شوفوا قصته جميلة جدا جدا جدا. بصوا برضو البنوتة ما شاء الله اللي لابساها، انا بنوتي عندها 7 سنين، بس هي ما شاء الله طويلة، فبجيب لها مقاس 10 سنين. يعني عندي بقى العكس، بنوتي الصغيرة عندها 3 سنين بس بجيب لها مقاسات الصغيرين شوية. بصوا بصراحة شكلهم تحفة تحفة. ده كان كده البيتي. تعالوا بقى نشوف الخروجي مع بعض. ده الخروجي بقى للبنوتة الصغيرة، انا جبت لها بصراحة حاجتين يعني مختلفين تماما، بس هتشوفوها دلوقتي ليه. اول حاجة ان انا جبت لها طبعا البيتي الخروج قصدي من عند اولاد رجب في كفر الزيات. طبعا انتوا لو متابعين فيديوهاتي هتعرفوا على طول ان انا بحب اجيب المحل دوت الملابس الخروج بصراحة تحفة، وبيجيب ماركات تحفة جدا جدا. جبت لها ايه بقى؟ جبت لها الطقم الجيبة الجميل ده. بصوا الجيبة وحلاوتها، بصوا الجمال والرقة، وكمان التوب الجميل ده. عايزة احط لكم صورته، هجيبه لكم من على الصفحة من عند المكان اللي انا جبت منه دوت على بعض، ومعاه التوكة اللذيذة التحفة دي. ايه رأيكم؟ بصوا على الجمال، بصوا الرقة. بصراحة انا البنوتة الصغيرة بتحب الستايل الجيبة، بيبقى احلى عليها من الشورت والبنطلون شوية، بحسها ان هي قصيرة فبيبقى حلو عليها الستايل ده قوي جدا يعني. كان نفسي اجيب لي البنوتة الكبيرة حاجة زيها، بس هي ما شاء الله طويلة فمش هيلي عليها الستايل ده. دوت ماركة عالية، مش عارفة الناس. عالية ديت خامتها تحفة، حاجاتها غسيل ولبس. انا كنت جايبه لها منها برضو في الشتاء، برضو نفس يعتبر الستايل بس شتوي يعني. فهو عجبني بصراحة، شكله حلو كمان. احنا عندنا مناسبة في العيد، فقلت ان هو ايه هيليق اوي الستايل دوت في مناسبة العيد. تمام. ده كده ده، وكان سعره يعني حلو مش غالي قوي، كان عامل 550 جنيه. وجبت لها بقى التيشيرت دوت تحفة، يعني خامته جميلة جدا. خامته اسمه باندينو، بصراحة الماركة دي حلوة قوي قوي، يعني مش اول مرة اجيب منها. خامته جميلة قوي. جبت اللون الاورنج. عايزه اقول لكم ان في صوت كده انا هاخد بالي منها دلوقتي وانا بكلمكم يعني. الطقم ده فوشيا بتاع البنوته الصغيره، والتيشيرت اللي انا جبته الفرداني لونه اورنج، بس اورنج فاتح شويه مش اورنج غامق. دوت طبعا هي عندها شراط جينز كتير، فانا قلت ايه بس ما عندهاش تيشيرتات، فهنا كنت محتاجه ليها تيشيرتات. طبعا زي ما انا قلت لكم ان دي يعني لبس العيد وفي نفس الوقت الكس والصيفي، فانا جبت لها التيشيرت ده كمان، ونفسي اجيب لها يعني ربنا يسهل اجيب لها كمان تيشيرتات. تعالوا بقى نشوف الستايل اللبس بتاع مكة الكبيرة. تعالوا بقى اوريكم مكة الكبيرة ديت دوختني. الستايل بتاعها ما شاء الله طولت، يعني بين اللي هو 8 سنين و10 سنين، فالمقاسين مختلفين يعني. عندك اللبس اللي هو بتاع 7 سنين 8 سنين ده بيبقى صغير، بيبقى فيه نظام الجيبة الشورت. بس هي عشان ما شاء الله عشان طويلة، فصراحة تعبت قوي قبل ما جبت ستايل اللبس ده. بصوا بقى جبت لها التيشيرت التحفة ده، تحفة جدا رقيق جدا جدا، لونه فوشيا. دي ماركة توني وير ديت، من محل أسواق غلاب في كفر الزيات برضو في شارع الخشب. التيشيرت ده كان عامل حوالي 330 جنيه. التيشيرت تحفة، خامته قطن لكرة كده جميل، قطن جل. وخامته حلوة. ده كان جاي لها اصلا يعني هدية عيد ميلادها، يعني مش انا اللي جايباه، ده هدية عيد ميلادها من عمتها، فكان دوت هدية. فانا كنت بقى جايبه لها ايه على سن هو للعيد.
كنت جايبه لها التيشيرت دوت او الشميز دوت، شميز كده قط لونه اورنج. انا بص بقى الصدفه اللي انا بقولك عليها لسه واخده بالي منها والله. الشميز ده لونه اورنج، بس لونه اورنج غامق بقى، التاني اورنج فاتح، ده اورنج غامق. جبت لها الشميز دوت، بصراحه شكله حلو قوي في اللبس. هو عايز شورت، وانا كنت بدور لها على شورت بصراحه، بس للاسف ما لقيتش، ان الشراط يا اما صغيره، وكمان باباها اعترض يعني عشان انا قلت لكم انها طويله شويه. فباباها قال لا، بنطلونات يعني الزمن اللي احنا فيه دوت مش عايز الحاجات دي. فقلت له خلاص تمام. فدورت لها بصراحه على بنطلون جينز، بس انا جبت دوت. ده من محل اسمه لوجي كيدز من كفر الزيات. عامل 230 جنيه الشميز ده، بصراحه تحفه جدا جدا يعني. جبت لها ايه بقى يمشي على الاتنين. جبت لها البنطلون الجينز ده. بصوا، بصوا بقى الشياكة، بصوا النجوم اللي فيه، بصوا حلاوته. هنا نجمة واحدة في الرجل دي، وهنا 3 نجوم كده تحت بعض، بس شكله شيك اوي. والنجمة جاية من قدام ومن ورا، فعاملة شكل بصراحة كان حلو. ما كنتش متوقعة ان هو يبقى حلو عليها يعني اوي. يعني انا جبته اللي هو ايه، مش لاقية حاجة ان انا اجيبها. فبعد لف كتير عجبني دوت بقى، فجبته لها. ده كان عامل 450 من محل اسمه ماي جينز، برضو في كفر زي شارع الخشب. عايزه اقول لكم المحل ده ناس محترمه جدا جدا. عندك يعني لما رحت له قال لي لو ما عجبكيش تعالي رجعيه، معاك يومين، معاك لو عايزه تبدليه معاك مع اولادنا. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. هستنى تعليقاتكم، تقولوا لي رأيكم في اللبس، وهل فعلا الستايل ده لايق على بعض ولا لأ.